رجع يونس قريته اللي في قلب الصعيد بعد سنين غربة طويل. هيستقر في بلده اللي اتولد فيها في بيتهم القديم. وبعد ما مشي شوية في القرية شاف البيت وقال في نفسه: أهو ده البيت، ياه لسه زي ما هو. وجنبه شجرة التوت كبرت، بقت ضخمة بطريقة مش طبيعية. فضل يبصلها وهو حاسس إنها بتبصله هي كمان. بص من الشباك، شجرة التوت واقفة، بس المرة دي شكلها مختلف، ضلها بيزحف على الأرض ناحية البيت. الليل نزل بسرعة، نظف السرير القديم ونام من التعب. نام عليه شوية، بس البرد اللي حس بيه كان غريب. مش برد الجو، برد جاي من جوه جسمه. الساعة كانت 2 الفجر، البيت ساكت خالص. فجأة حس بحاجة خفيفة بتتحرك وراه على المرتبة، لحد ما حس نفس بارد خبط ودنه. اتجمد مكانه، لا قادر يفتح عينه ولا حتى ياخد نفس. العرق نازل منه وجسمه بيترعش في نفس الوقت. فتح عينه فجأة، لمح كأن ست شعرها أبيض طويل واقفة عند الباب. وشها مش باين، وصوت صرخة يجي من بعيد، وبعدها جري على السلم. الليلة التانية الحلم اتكرر بنفس التفاصيل، نفس الجري، نفس الصرخة، نفس الست. بس المرة دي لما صحي ريحة الطين كانت مالية الأوضة فعلا، مش حلم، حاجة كانت هنا. يونس بقى متلخبط وبيسأل نفسه هو في إيه؟ مين الست دي؟ حقيقة ولا خيال؟ نفسي أشوفها كويس، يمكن أعرف أفك اللغز ده. وفي نفس الليلة، وكأنها كانت سمعاه وهو نايم، حس بحركة خلفه كالعادة. مش عارف إذا كان نايم ولا لأ. بعد كده الحركة بقت أمامه. سمع صوت في ودنه ناعم قوي وهادي، لكن مرعب، وكأن في حد نايم وشه في وشه ومستني بس يفتح عينه. وفي صوت في ودنه بيقول: افتح عينك هتشوفني. يونس ما قدرش يفتح عينه من الخوف. لسه الحلم مستمر أو اللي شبه الحلم. يونس كان يقدر ينهي الحلم ده. هو حس بكده، يقدر يقوم ويقدر يفتح عينه، لكن قرر يقوم من غير ما يفتح عينه. قام من السرير كأنه خارج من بير عميق قوي، لكن آخر حاجة سمعها بوضوح صوت باب الشقة وهو بيقفل. هي ما كانتش حلم، كانت هنا. في الصباح كان يونس تعبان نفسيا من اللي بيشوفه، وحظه حلو إن صاحبه عمرو جاله الصبح علشان يخرجوا يتمشوا شوية. صاحبه سأله: مالك يا يونس، في إيه؟ يونس حكاله كل حاجة من غير مقدمات، وقال له: تعرف إيه عن شجرة التوت يا عمرو؟ عمرو بص على الشجرة وقال بصوت متوتر: يا يونس، أنا من كام أسبوع قبل ما أنت ترجع البلد كان راجع من الغيط راكب الحمار، كنت بروي الأرض، وعند الشجرة حصل حاجة غريبة. الحمار وقف شوية ومش عايز يتحرك، وفجأة جري زي المجنون، مع إنه حمار عجوز. بس لمحت بسرعة كده ست قاعدة فوق الفروع، شعرها أبيض طويل لحد ركبتها، وكانت بتسرح شعر بنت صغيرة قاعدة جنبها. يونس مستغربش بس حس بخوف أكتر. بعد مدة من المشي في القرية هو وصاحبه رجع على بيته تاني علشان ياكل لقمة، وما كانش عايز يرجع، بس الفضول خلاه يرجع. يونس قرر ما ينامش ويفضل باصص على الشجرة من الشباك، وفي دماغه فكرة واحدة: لو شفتها هعرف ايه اللي عايزاه مني. في تمام ساعة 3 الفجر سمع يونس صوت فوق السقف: تك 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 تك. في حد ماشي فوق السطح. رفع عينه، ضل نزل على الحائط، ضل ست قاعدة. يونس لما خافش قرر انه يفضل يبص كأنه بيستفز الضل. الهمس جه من جوه دماغه وكأنه بيرد على أفكاره الداخلية: انت كنت عايز تشوفني يا يونس، صح؟ يونس ما ردش بلسان، كان لسه بيبص في نظرة تحدي، لكنها اختفت. يونس ما تحملش. في الصباح هرب إلى الشيخ منصور، عايز يعرف أي حاجة، حد يديله معلومة إيه اللي بيحصل له وليه القرية كلها هادية كده. الحقني يا شيخ، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي. وحكى له كل شيء من أول يوم ليه في القرية. الشيخ منصور رد عليه وقال له: أنت ساكن جنب شجرة التوت،
بنسمع حكايات عنها، وجدك حاول يقطعها زمان وأبوك من بعده. أنصحك تمشي وتشوف لك بيت تاني. طيب ليه عايزاني أخرج وأسيب البيت؟ أنا همشي وأسيب البلد، مش ناقص رعب أنا وخوف. قرر ينام عند صاحبه آخر يوم ليه في القرية، والصبح يمشي. نام وهو مطمن، لكنه ظهرت له في الحلم حتى عند بيت صاحبه اللي هو بعيد عن الشجرة. وفي الحلم قرب يونس منها، كان مش خايف. والنور اتطفى وصوتها اتغير، بقى غليظ عميق. دلوقتي دورك. يونس ما استحملش الضغط بعد ليلة الهمس المميت. ما بقاش بيدور على حل، بيدور على تأكيد للي شافه. قرر يروح للجد جعفر، راجل عجوز عدى ال90، عايش على طرف البلد في عزلة، راجل قديم في البلد ويعرف كتير عنها. راح يونس وعمرو لغاية بيت جعفر، كوخ تين قديم، ريحة بخور مر بتطلع منه بتخنق الصدر. الجد قاعد على مصطبة مكسورة، شاحب زي الكفن وإيديه ناشفة زي أغصان التوت. يا عم جعفر، جايين عشان البيت بتاعنا اللي جنب شجرة التوت، قال يونس بصوت متقطع. الجد جعفر ما بصلهمش، عينيه كانت بتحلق في اللاشيء. بعد سكون تقيل زي الرصاص سأل بصوت متهدج خارج كأنه صوت طنين قديم من بير مهجور. أي بيت؟ رد عمرو بلهفة. البيت اللي جنب الشجرة بالظبط. معرفش حاجة، ارجع بلدك، معرفش حاجة، يلا امشوا من هنا. في اللحظة دي بالظبط جت قطة عم جعفر، قطة سودة نيلة، وقعدت جنبه ورفعت راسها. عيون القطة كانت صفرة بتلمع زي شرارة نار في الضلمة، ثبتت مباشرة على عينين يونس. يونس حس إن دي مش قطة، دي عين الروح اللي بتتابعه من بعيد. ارجع يا ابني، كرر الجد جعفر بصوت مزنوق وخايف، كأنه بيتوسل إليه عشان يمشي. يونس ما خدش إجابة، بس خد تأكيد على الخطر وتهديد بعيون صفرة باردة. عرف إن جعفر خايف يتكلم. مش يونس وعمرو، والقطة لسه قاعدة بتتابعهم بنظرة جامدة لحد ما اختفوا. في الليلة دي قرر يونس ينهي الموضوع. نام وهو بيردد: أنا هفتح عيني. يونس اختفى بعد اليوم ده. عمرو كسر الباب. بعد يومين لقي البيت فاضي. بعد سنوات اشترى البيت شخص من القاهرة وقرر يسكنه هو وعيلته. كان ليهم طفلة صغيرة. في أول يوم كانت البنت في أوضتها بتسرح شعر عروسة اللعب بتاعها، وبصت لأمها وقالت لها: بلعب مع يونس، هو اللي علمني أمسك المشط كده. سألتها الأم بخوف: يونس مين؟ نظرت البنت إلى الشباك وابتسمت ابتسامة هادئة: اللي شعره أبيض وبيقعد تحت الشجرة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات ايه رأيك في حلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل الجديد.